مشاهير الصدفة اليوم راح يكون المحتوى عليكم، يعني سلسلة جديدة داخل حساب اليوتيوب مالتي. إذا جيت أول مرة تشوفني انزل اشترك بالقناة، بتوجه نحو 100,000 مشترك، ما باقي لنا شيء بسيط جدا ونجيب درع اليوتيوب. بعدها نبدأ نغير ديكور الغرفة. أوكي فإذا اشترك بالقناة حتى نجيب درع اليوتيوب، بعدها نغير ديكور الغرفة. يا أخوان فيديو اليوم مشاهير الصدفة، يعني هذول اللي صاروا لهم فيديو ويصير لهم صيت كلش قوي. اوكي خلينا نشوف اول فيديو. قبل لفك وما نضيع شقاوة هذه. شو اليوم طالع حلو مرتب، شو تسوي يوم جسر اللي طالع بالبصرة؟ شنو شفتني؟ اي والله شفتك يوم جسر اللي طالع بالبصرة، شو تسوي؟ خرب والامام علي ايش عندك؟ والله طلعوني شوف هذا اول فيديو لكم. طبعا هذا تسمى الشخصية عقيل الطيب اللي انتشر عن عالم هذا. يعني شوفوا كمية التهافه، خلينا نمشيها التفاهة اللي موجودة عند المتابعين. يعني احتراماتي لكم انه يصعدون شخصيات جدا تافهة. هذه الشخصية من تصعد وتبي تشوف فلوس راح تستمر على التفاهة مالتها، لكن بعدين نغير محتوى راح يصير محتوى، يعني عنده محتوى جيد، لكن بعدين يشوف انه مشاهدات ماكو، فلوس ماكو، يرجع للتفاهة مالته. اوكي طبعا بالنسبة لعقيل الطيب اقيمه 3 من 10. اوكي خلينا نشوف الشخصية اللي بعدها مين راح تكون هذه الشخصية. ممكن احد يناشد وياي؟ البيض صار 3000، ادري منهم بيضتها سولاف. البيض 3000 والقطية مال البيرة ب 4000. وين العدل؟ شنو وضعك وانت بالعراق؟ ناشد حبيبي ناشد حبيبي ناشد. شوف هاي الشخصية بتسمى صافي. تمام هذا صافي اللي طشش وقت بايام اللي نزلت بيها تكاتك داخل العراق او بغداد تحديدا. اوكي كان يجيب يديك هورن. تخيلوا شخص يطيش ويصير مشهور على مستوى العراق في شنو؟ يديك هورن. المحتوى وين؟ صانعين المحتوى وين؟ المحتوى الهادف وين؟ الشخصيات القوية وين؟ اللي عنده رسالة وين؟ يا اخي ويش فيكم انتم تبون تطلعون شخصيات جدا تافهة اصعدوها. تمام هاي الشخصيات بعدين من تصعد تستمر على تفاهتها، يوم بين يوم يسوي لهم ترند جديد. اوكي اقيم صافي ديم 3 قليل بحقه، قيمة 2 من 10. اوكي خلينا نشوف الشخصية اللي بعدها شوي نسترجيكم ويانا ونشوف الشخصيات اللي راح تطلع ومين راح بيكونوا هذولي. خلينا نشوف الشخصية اللي بعدها. ايه كمل اوه شيت. هاي الشخصية بتسمى سجاد قاسم. شوف خلينا نكون واقعيين هنا، خلينا نكون واقعيين جدا. انا صار لي هواي باليوتيوب، تمام، صار لي هواي بالتيك توك، اقلب هواي بالتيك توك. حياتي كليتها من لزمت هذا الكاميرا او هذا الجوال لليوم ما شايف سجاد قاسم طالع بمحتوى حلو. اتحدى شخص يجيب لي فكرة معينة او قصة مسويها سجاد قاسم في سبيل انه يغير ولو 1% من المحتوى العراقي. اتحداكم تجيبوا لي فيديو. اذا جبت لي فيديو دز الرابط مالته بالكومنت عشان بشوفه واعتذر من عندي انا شخصيا. اوكي هاي بشتغل. اوكي سجاد قاسم محتواه شنو؟ يتزوج يطلق يتزوج يطلق زوج يطلق خطب يطلق يتزوج يتخطب طلق خطب زوج طلق خطب زوج طلق خطب. هذه هو محتوى سجاد قاسم. اتحدى شخص يجيب لي محتوى سجاد قاسم. اوكي خلينا نشوف الفيديو اللي بعده مين راح تكون هذه الشخصية اللي ويانا. شوفوا مبدئيا هاي الشخصية اللي قدامكم اللي هي اسمها نارو. تمام طبعا هاي نارو بدايتها بالتيك توك محتوى كان جدا لطيف، مرات تنشر مكياج، مرات تنشر هالامور هذه. شافت هذه الامور ما تصرفها نهائيا، قالت لك شنو رايكم اني البس ملابس حلوه وبطلع قدام الكاميرا وشويه هالشتف، يقولون هاي تجيب مشاهدات. فسوت هذه الشغله وفعلا جابت مشاهدات، لان تعرفون انتم المحتوى العراقي الا بهذه الشغله يلا بيصعد. تمام فقامت تجيب مشاهدات. نارو استغلت هواي امور داخل برنامج التيك توك. الشغلات الاولى اللي استغلتها انه هي
بين فترة وفترة كل ما تحاول تطفى انه تتعارك ويا شخص مشهور صاير عنده ترند، تتعارك وياه في سبيل انه تصير اكسبلاور. هذه اختصاصنا. تفتح لايفات، تغلط على ناس، تتجاوز على ناس في سبيل انه تبقى هي متصدرة بالشاشة. اوكي فقيم محتوى نارو 0 من 10. خلينا نشوف الشخصية اللي بعدها مين راح بتكون. شوفوا مبدئيا انه هذا الشخصية اللي اسمها محمود المكسيكي. تمام. طبعا محمود المكسيكي من صناع المحتوى الفاشلين. اوكي هي وجهة نظريتي انا، ما لي علاقة بوجهة نظريتك اللي انت تشوفها، بس انا وجهة نظريتي انه اشوفه من جماعة صناع المحتوى الفاشلين، فلذلك ضفته من قائمة المحتوى المشهور الصدفة او المشهور الصدفة. اوكي لا تقول لي كوميدي، لا تقول لي هالامور هذه، كل احنا عندنا كوميدية، كل احنا عندنا كل شيء، لكن الكوميدية بطلالة كلام، ليس بطلالة كلام مسيء. تمام. انا اليوم من اشتهر بشخصية، اشتهر باخلاق، اشتهر بادب، لان انا وراي اهل، وراي اقارب، وراي عمام، وراي مستقبل حياة اطفالي وزوجتي. تمام. يعني انا اليوم ما متزوج، يعني بديت بمحتوى فاشل، باكر عقب نروح اتزوج او اتقدم لبنية، هذا اللي يذبحه بالخيس، هذا اللي يطق بيضة على راسه، هذا اللي كذا، هذا اللي كذا، هذه مو من ثوبنا نهائيا. فهذه الشخصيات كل شيء يجيب مشاهدات يحجونه بدون اي تفاهم، اي شيء يصير قبل طقه وحجبي. اوكي اريدكم تكتبوا لي بالكومنت منو اكثر شخصيه تشوفوها انه محبوبه من جميع الشخصيات اللي ذكرتها بفيديو اليوم. اتمنى تكتبوا بالكومنت اذا كان في عندك فكره معينه بصورها لكم، اكتبوا بالكومنت، واحبكم كل شويه. ياكم الرئيس، مشاهده ممتعه. See you.